ممكن تكون متضايق ومع ذلك ما تجرحش حد، ممكن تكون مضغوط ومع ذلك ما تطلعش ضغطك على اللي قدامك، ممكن يكون يومك وحش بس ده مش معناه ان يوم حد تاني يبقى وحش بسببك. احنا ساعات لما نبقى متعصبين نقول كلام ما ينفعش يتقال، وبعدها لما نهدى نقول معلش كنت متضايق. بس السؤال هو الشخص اللي قدامك كان ذنبه ايه؟ هو ما كانش سبب في تعبك ومش لازم يشيل حاجة هو ما عملهاش. حسن الخلق مش انك تبقى لطيف لما تكون مبسوط، حسن الخلق الحقيقي انك تعرف تتحكم في نفسك وانت متضايق، انك تبقى قادر ترد وتختار ما تردش، قادر تجرح وتختار تسكت، قادر تطلع غضبك وتختار تاخد خطوة بعيد. افتكر الناس مش مطالبة تدفع تمن يومك الوحش، ولو انت تعبان خد وقتك، اهدى، اختفي شوية لو محتاج، لكن ما تخليش تعبك يبقى وجع في قلب حد تاني، لانك ممكن تنسى الكلمة بعد ما تقولها، لكن اللي قدامك ممكن يفضل فاكرها كتير. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.